هذا يقول: كنت مسافر فصليت خلف إمام مقيم في صلاة الرباعية، صليت ركعتين ثم انصرفت، فهل فعلي هذا صحيح؟ خطأ، أخطأت والصلاة باطلة، ويجب عليك أن تعيد صلاتك بإجماع العلماء، لا خلاف بينهم أن المسافر إذا صلى خلف المقيم فيجب أن يتم صلاته ما دام أنه أدرك ركعة من الصلاة. أما إذا لم يدرك ركعة فهنا خلاف. إذن الصورة الأولى: جئت وأنت مسافر إلى بلد وأهلها مقيمون، صليت خلف إمام وهو مقيم وأدركت معه الصلاة من أولها، أو أدركت ركعتين، أو أدركت ركعة كاملة، يجب أن تتم صلاتك. فإن كانت الصلاة ظهرا صليت 4، وهكذا العصر والعشاء. أما لو جئت والإمام في آخر صلاته لم تدرك شيئا منها، لأن إدراك الصلاة يكون بإدراك الركعة الأخيرة، وإدراك الركعة يكون بإدراك الركوع، فلو أدركت الركوع من الركعة الأخيرة أنت أدركت الصلاة. لكنك جئت وما أدركت الركوع، جئت والإمام في التشهد الأخير فدخلت معه وأنت مسافر، سلم الإمام فقمت لقضاء صلاتك، هل تصلي صلاة مقيم أو صلاة مسافر؟ الصواب أنك تصلي صلاة مسافر، لأنك لم تدرك الصلاة، أي صلاة المقيمين، فيجوز لك أن تصلي ركعتين. وإن كان هذا القول قال به الأقل، لكنه الصواب لأنه عليه الأدلة، فلا يكون الإدراك إلا بالركوع وأنت ما أدركت شيئا. أما إذا أدركت ركعة أو ركوعا أو الصلاة كلها ثم تصلي ركعتين صلاة مسافر، صلاتك باطلة ويجب عليك أن تعيد الصلاة. فإذا خرج وأعاد الصلاة يصلي صلاة مسافر لأنه وحده. نعم.